السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناة إشراقة سعيدة. فيديو النهاردة عن الفطير المشلتت بتاع زمان بطريقته الأصلية بتاعة الفطاطري. والدتي ربنا يديلها الصحة يا رب لقيتها هي اللي عملته. اكتشفت انها طبعا عملت العجينة مؤخرا فما صورتهاش. هي العجينة سهلة جدا. عبارة عن دقيق ومية ورشة ملح بس. فطريقته سهلة جدا وبيتعجن كويس وبيتساب يرتاح شوية، وبعد كده بيتقطع كده وبناخد بيتعمل. طبعا احنا مقطعين بقى ايه يعني الواحدة كده كبيرة كده، لانه هيتفرد هنا. كان على الطبلية كده، كانت قاعدة قدام الفرن. وحطيت الطبلية وبقت تفرد عليها كده. تمام. وبقت توسعه بقى ايه بوسع الطبلية كلها. تمام، بنفس طريقة الفطاطري بتاع زمان. تمام. طبعا ده الفطير المحشي كمان. ده الفطير المحشي. آه المحشي حلو يعني. مش فطير فاضي، لا، الفطير المحشي اللي هو بيبقى محشي زبيب وجوز هند. تمام، وسكر بودرة. هنشوف دلوقتي الحشوة معانا. هنا طبعا شايفين هنا فرد بعد ما فردته بقت بتعمله كده بايديها بالطريقة دي. تمام. هو ده الفطير الاصلي. وهنا بقت بتفرده كده على الطبلية، طبلية واسعة، ففردته عليها كلها كده من كل الاتجاهات. وبقت وبتسقيه بقى ايه هنا بالسمنة او زيت او سمن وزيت. تمام. بقت بتسقيه كده بالسمن. عفوا، عشان بس عندي برد، معلش. الكلام مش واضح شوية. هنا بقى بتسقيه كده بايديها بالسمن السايحة كده كله. على الفطراية كلها كده بتسقيها بالسمن. وبعد السمن كده بقى بتبدأ انها بتطبقه يمين وشمال. بتطبق واحدة فوق واحدة، يعني النص. بتجيب نص من الناحية دي والنص التاني بتجيبه على الوش عليها من الناحية التانية. تمام. بتفرده كده. وهتجيب بقى الوش التاني برضو، الجنب التاني بتجيبه فوقيها. بس الأول طبعا بتسقيه برضو بالسمنة من كل الاتجاهات. هو كده بقى ايه بتعمله رقاد بقى بالطريقة دي بتطبقه. اهو جابت بقى كده الجنب التاني. تمام. هنا عشان دي هنا اول صينية. هجيب لكم كده الصينية التانية هتشوفوا الحشو فيها. هنا الحشو ما تصورش الصينية التانية. هتبان فيها بقى الحشو وهي بتحشيه. تمام. شايفين بس منظر الفطيرة وكأنها بتفرد حتة قماشة. هنا فردتها برضو. تمام. شايفينها حتى نازل الزمن الطاولية، لازم تفرده كويس جدا عشان يبقى خفيف كده ومورق كده. تمام. هتتنيها برضو بنفس الطريقة اللي فاتت. بتسقي الأول الزبدة أو السمنة حسب زي ما انتوا حابين، زيت بس، سمن وزيت. سمن بلدي لو موجود مفيش مشكلة، أي حاجة. المهم المادة الدهنية يعني ان هو يندهن بيها. ما ينسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وشير وكومنت حلو كده من قلبكم، وقولوا لي ايه رأيكم. هكون سعيدة جدا جدا طبعا، وهتشجعوني اني اقدم فيديوهات اكتر. شايفين بقى ايه هي رقة رقة كده، بتاخدها وتدهنها ايه بايديها كده بالسمن.
هتجيب بقى هنا كده الحشو اللي هو كان عبارة عن زبيب وجوز هند و- وسكر بودر. تمام. حطهم على بعض كده وايه، وهتحطه في النص كده اهو. طبعا حابين تحطوا قشطة برضو، بتحشي قشطة او بتحط فوق الوش قشطة لو موجود. كل ده بيبقى ايه، ده سكر بودرة، المهم يكون بودرة عشان ما يتحرقش في قلب الفطيرة. تمام. ده هو اللي هو فطيرة محشية حلوة. وبتتنيها بقى كده من الناحية دي وبرضو من الناحية دي كده، ربعتها اهو. وبتجيب بقى كده من الجناب كده، وتيجي بقى بعد كده تنقلها في الصينية. طبعا بتدهن برضو الصينية سمن في قعرها وايه، وبتحطها فيها تفردها بقى في قلب الصينية. بتزود برضو سمن، ان هو هنا اساسي، هنا السمن هو اللي بيورقه. شايفين بقى كده بتفردها. بتعمل بقى، عملت كذا صينية كده، وحطيتهم بقى ايه في قلب الفرن جنبها. زقتهم في قلب الفرن على نار عالية شوية، وناخد بالنا منه. تمام. بيتحمر بسرعة لنار هادية ويطلع. ودي صينية الفطير. بعد ما طلع كده حطيته على الصينية. تمام. وترش من فوقيه كده رشة سكر بسيطة كده، بودرة برضو. تمام. بقى بالطريقة دي جميل جدا ولذيذ. وهو ده السكر الفطير المحلي او الحلو. بطريقة حلوة. مش هقول لكم دي طريقة جديدة، لا دي طريقة قديمة. هي دي الطريقة الأصلية بتاعة الفطير عند الفطاطري. هي دي المشهور بيها، يعني لما يجي يعمل يقلبه كده بإيده. هي دي الطريقة. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك، هكون سعيدة جدا وهتشجعوني اعمل فيديوهات كتيرة. وهتخلوا الفيديو ينتشر بسرعة اكتر، وعدد مشاهدين اكتر يشوفوه. شايفينه هو مورق ازاي؟ شايفين والحشوة باينة جواه. شكله لذيذ جدا، وكان طعمه حلو قوي. تاكل كده مع كوباية شاي كده. بيبقى على العال كده وجميل. عايزة اسمع ارائكم في التعليقات، وقولولي بتحبوا الفطير محشي كده حلو ولا من غير حشو. والى اللقاء في فيديو اخر، مع الف سلامة.